أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وهي الحلقة الأولى من برنامج أسئلتكم الجميلة. في السلسلة دي أو البرنامج ده هنجاوب على كل الأسئلة اللي بتيجي منكم، سواء على كوميونتي الشانل بتاعت اليوتيوب أو على الجروب اللي احنا لسه عاملينه. في الحقيقة لسه ما جاش عليه ولا سؤال، ولكن أنا أرجو إن هو يجي عليه أسئلة كتير. في الحلقة دي بقى هيكون إجابة على سؤال مهم جدا جه من عبده على الكوميونتي بتاع شانل يوتيوب، وبيقول إزاي أبقى مصمم جرافيك بجد، مش واحد مجرد بيستخدم البرامج وخلاص. في الحقيقة أنا حابب أحييك جدا على السؤال ده، لأن ده سؤال مهم إن احنا نبقى كلنا عارفينه. ومن غير ما نطول أكتر من كده في الانترو عشان نجاوب على السؤال، يلا بينا نبدأ الفيديو. إجابة السؤال ده في الحقيقة هي إجابة بسيطة ولكن مهمة قوي إن أنت تكون عارفها، علشان في المجال بتاعنا كمصممين جرافيك الدنيا كلها بتتقسم لقسمين اتنين. وجهة نظري طبعا، مستخدمين، ناس بتعرف تستخدم الفوتوشوب كويس قوي وفاهمة في التولز بتاعته، وعارفة ازاي تستخدم البين تول، ازاي تستخدم البراشز، ازاي تستخدم الجريدينت مابس، فاهمة ازاي تستخدم الأدوات دي، ولكن ما عندهاش الحس بتاع القسم التاني، وهم الفنانين. اللي بيفرق ما بين المستخدم والفنان هي شوية أساسيات وشوية بيسكس كده لازم كلنا نكون عارفينها عن الجرافيك ديزاين، لأن الفوتوشوب ما هو إلا تول إحنا بنستخدمها. يعني أنا ما أقدرش أقول أنا مصمم فوتوشوب، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أنا مصمم جرافيك، بستخدم الفوتوشوب، بستخدم إليستريتور، بستخدم برنامج الرسام، بستخدم الورقة والقلم، أيا كان أنا بستخدم إيه. فاهم قصدي إيه؟ فالفوتوشوب لازم تبقى فاهم في بداية الأمر إن هو مجرد أداة أنت بتستخدمها علشان تعمل تصميم جرافيك. دي كده أول نقطة لازم أنت تكون فاهمها كراجل داخل تتفرج على الحلقة. ايه بقى اللي يفرق ما بينك وما بين واحد تاني؟ انا اقول على نفسي يوزر، انا راجل مستخدم عادي للبرنامج، او انا راجل فنان؟ ده اللي احنا هنجاوب عليه دلوقتي. اول حاجه بتفرق ما بين واحد بيستخدم البرنامج وخلاص، او بيعمل اي حاجه كده وبيعرف يستخدم الادوات، وواحد تاني فنان بيستخدم البرنامج، هي الفكره اللي انا شغال عليها. لازم ابقى فاهم ان انا فكره التصميم بتاعي هي اللي انا ببيعها. انا مش ببيع مجرد صور مقصوصه وملزقه كده في بعضها، انا ببيع فكره للعميل، او ببيع فكره في ايا كان انا بشتغل على ارت وورك، حاجه خاصه بيا، او انا ببيعها مثلا بعملها فريمز وببيعها، او بعمل تصميم تجاري وببيعه برضو للعملاء. اللي بيفرق ما بين التصميم الكويس قوي وواحد عادي بيعمل اي حاجه هي الفكره. في ناس هنا بتستخدم كانفا، كلنا اكيد عارفين كانفا. كانفا هي تول قويه جدا، ولكن ما ينفعش تقول على نفسك مصمم جرافيك وانت بتستخدم كانفا، لان كانفا اي حد ممكن يستخدمه. الكلاينت نفسه ممكن يقدر يستخدم كانفا لو دخل شاف اي توتوريال بيشرح الويب سايت او بيشرح الابلكيشن بتاع كانفا، يقدر يطلع بيه حاجات هو عايزها. بس مش ده التصميم الجرافيك بشكل عميق اللي انت تقدر تطلع منه افكار قويه، وده اللي احنا بنتكلم عليه في النقطه الاولى، هي الفكره. لان جودة التصميم بتبان في فكرته. فاهم ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده في الحلقة الاولى، او كان في الحلقة الاولى من سلسلة اساسيات الدمج للمبتدئين، لو ما شفتهاش روح شوفها وتابعها دلوقتي. ان فكرة التصميم تقدر تنقل التصميم من كاتيجوري في الاسعار لكاتيجوري تاني خالص في الاسعار برضو، لان العميل بيشتري فكرتك، مش بيشتري مجرد صورة وخلاص. دي كده اول حاجة لازم تبقى فاهمها. في شوية حاجات بتساعدك انك تطور من افكارك وانت مصمم جرافيك عشان تقدر تنقل افكارك من حتة لحتة. في شوية تولز او شوية ويب سايتس بتساعدك انك تطور من مستوى افكارك اللي انت شغال عليها، زي بيهانس، زي دريبل، زي بنترست، زي ارت ستيشن، زي ايه تاني، زي ادز اوف ذا وورلد. انا بصراحة ما دخلتش عليه قبل كده، بس بشوف ناس كتير قوي بتشير حاجات من عليه. فدي حاجات انت لو تابعتها واتفرجت عليها هتقدر تطور من مستوى افكارك، لان كتر تعرضك للحاجات القويه بيخلي ده الستاندرد بتاعك، دي الحاجات الطبيعيه اللي انت عينك متعوده تشوفها. تاني نقطه واهم نقطه، واعتقد ان دي من اكتر المشاكل اللي بتواجه اي حد بيذاكر جرافيك ديزاين وبيتعلم عن الارت بشكل عام، هي الالوان. لازم تبقى فاهم انت بتختار الوانك على اي اساس، عشان بعد كده تقدر تكسر القاعده. لازم تتعلم القاعده الاول بتاعه الالوان او بتاعه اي شيء عشان تعرف تكسرها باحترافيه، ما تبقاش شغال بعشوائيه. زي ما قلنا قبل كده ان في تصميم ممكن تشوفه عينك توجعك، ايه الالوان الاحمر على اخضر على بنفسجي على تدريجات الوان ما تفهمش يعني جت منين التدريجه الغريبه دي. وفي تصميم تاني تشوفه تلاقي لا في حاجه جامده. اصلا في تصميم بيبقى كله عباره عن الوان، هو اصلا التصميم هدفه ان الالوان هي اللي تتكلم مش اي حاجه تانية. لو عايز تستلهم الالوان فعلا بشكل حقيقي اتفرج على المناظر الطبيعيه وصور المناظر الطبيعيه، دي اكتر حاجه
هتلهمك ازاي تلون التصميمات بتاعتك، لان دي حاجه يعني ربنا هو اللي خلقها، فبالتالي هي دي الحاجه المثاليه اللي احنا على اساسها ممكن نلون. دي كده نقطه. لو انت مش بتعرف او مش من الناس اللي بتعرف تبص على الصور وتحللها وتفهم الصوره دي اتعملت ازاي والالوان دي ايه على ايه، فاهم النظره التحليليه دي، لو انت مش من الناس اللي بتعرف تعمل كده يبقى لازم تلجأ للنقطه التانية، انك تتعلم نظريه الالوان، تفهم ايه الثيوري بتاعت الالوان دي وازاي الناس بتختار الالوان، عجله الالوان ايه بتتكون من ايه هي الالوان الاساسيه، ايه هي الالوان الثانويه، لما نخلط ايه على ايه بيطلع لنا لون ايه، وعلى هذا الاساس بنبدا نختار الالوان بتاعتنا. الون التصميم بتاعي بنسب قد ايه اللي ياخد اكبر نسبه من التصميم وايه اللي ياخد النسبه اللي اقل من التصميم في الالوان، عشان اقدر ابرز حاجه معينه جوه التصميم بتاعي. يبدو من الكلام ان هو صعب او سخيف، ولكن لما تتمرس في الحاجه وتفضل يعني تشتغلها كتير الموضوع بيبدأ يبقى سهل جدا بالنسبة لك. لازم تفهم أنماط الألوان ومعاني الألوان. اللون الأحمر لما أحطه في أي تصميم رومانسي ولا تصميم رعب؟ ممكن تستخدمه في الاثنين صح، بس هنا بيعبر عن حاجة وهنا بيعبر عن حاجة من الاليمنتس اللي انت بتضيفها مع اللون. اللون الأزرق استخدمه امتى؟ الأحمر مع الأخضر احطهم في انهي مود؟ في المود المرعب ولا في المود الرومانتك ولا في المود انهي مود بالظبط؟ اللون الاورنج مع البنفسجي مثلا احطهم في انهي تدريجه، او دول بيندرجوا تحت انهي تدريجه؟ الكومبلمنتري كولرز ولا المونوكروماتيك كولرز ولا الحاجات الاسماء اللي هي ايه بنقعد نسمعها واحنا مش فاهمين الناس دي بتقول ايه؟ هحط لك في الديسكريبشن تحت شويه مواقع ريفرنس هي بالانجلش، ولكن انت ممكن تترجمها من جوجل ترانسليت عادي، هتشرح لك بالتفصيل كل حاجه في الالوان وتدريجات الالوان وانماط الالوان ومعاني الالوان وكل حاجه هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. بس انت دي النقطه الثانيه، انا بديك هنت كده، دي النقطه الثانيه اللي انت لازم تبقى فاهمها كويس، لان هي دي اللي بتفرق ما بين واحد مستخدم عادي بيحط اي حاجه في اي حاجه وواحد تاني فنان هو عارف هو بيعمل ايه. النقطة الثالثة معانا هي التكوين. انت بترص العناصر بتاعتك جوه التصميم بناء على ايه؟ انا دلوقتي عايز احكي قصة جوه التصميم، زي ما قلنا قبل كده انا عايز احط موتوسيكل ماشي في طريق ورايح لبيت، البيت ده علشان انا اعمل ارت وورك لشركة مثلا زي ماكدونالدز، بقول ان انا في عندي اسرع ديليفري، ان ده اسرع ديليفري في العالم وهعمل على ده ارت وورك. هرص العناصر بتاعتي في التصميم بناء على ايه؟ هو ده التكوين. اشهر التكوينات اللي الناس كلها بتشتغل عليها حاجه اسمها الرول اوف ثيرد، ده بيبقى سينماتيك قوي وبتحط ايه، بيبقى فيه زي خطوط، التصميم بتاعك متقسم ل9 مربعات متساويه، في 4 بوينتس في التصميم بتاعك او في التكوين بتاعك. لو انت عايز تبرز عنصر من العناصر قوي بتحطه عند نقطه من الاربعه دول، ده باختصار الرول اوف ثيرد. في طبعا تكوينات تانية شهيرة زي الجولدن ريشيو، ده انا ما بعرفش اشتغل عليه وما بحبوش اصلا، يعني حاجة في منتهى السخافة. وفي اكتر من تكوين احنا نقدر نشتغل عليه واكتر من شكل، في حاجة اسمها السي شيب وحاجة اسمها الفي شيب، وبيبقى في حاجة انا مش فاكر الاكسبريشن بتاعها ايه، بس اللي هو ايه بيبقى في اليمين حاجة كبيرة وفي قصادها حاجة بترد عليها الناحية التانية تبقى قصيرة كده او صغيرة، فيبقى في كونترست في التصميم. الكونترست ده بيتعمل من خلال احجام العناصر مش بس بالالوان، فاهم ازاي؟ يعني الحته الاخيره دي هبدايه لان انا مش فاكر انا ايه، بحاول اجيب كده من الذاكره الموضوع اللي انا قراته. تمام؟ المهم ان انت لازم تقرا عن التكوين. لما تيجي تشتغل تصميم حاجه سينماتيك او مشهد سينمائي، التكوين بتاعه هيبقى مختلف عن لما تيجي تشتغل بوستر، هتعمل بوستر الافلام، في تكوينات اخرى لازم تبقى فاهمها. لو انت راجل عايز تتخصص في الموفي بوسترز فلازم تقرا عن تكوينات البوسترات وايه الانجما كود، يعني ايه انجما كود في البوستر. الحاجات دي كلها مهمه قوي. لو عايز تتابع حاجه او قناه او مرجع يفيدك في الموضوع ده جدا في موضوع الافلام ده، في قناه الافيش، يعني طبعا غنيه عن التعريف، انا يعني اكيد انت عارفها، ولو مش عارفها اكتب كده قناه الافيش على اليوتيوب هتطلع لك، فاحمد فهمي عامل حاجه جباره جدا هناك. النقطه الرابعه واللي هي ممكن تكون بعيده شويه عن مجالنا او بعيده عن الفوتوشوب شويه، بس هي مهمه قوي، انت لازم تتعلم ماركتنج، وبالاخص ديجيتال ماركتنج. احنا في شغلنا كله اصلا ديجيتال، يعني مش بننزل نروح لشركات نقول له انا مصمم جرافيك والله يتفرج على شغلي، احنا بنعرض شغلنا كله ديجيتال. فلازم تبقى فاهم ديجيتال ماركتنج حتى لو بيسكس بتاعه الديجيتال ماركتنج، لان دي اللي هتساعدك تسوق لنفسك وتساعدك تنتشر اكتر. وانت كمان شغال على اي كامبين لاي شركه،
الماركتنج وفهمك للماركتنج واساسياته بيساعدك تبقى عارف تحط ايه العنصر البارز اكتر من العنصر التاني، والاودينس دول الفت نظرهم بايه. لو انت بتخاطب فئة من 18 ل 25 سنة هتتكلم او هتقول حاجة في التصميم بتاعك غير اللي هتقولها لو بتخاطب فئة من 40 ل 60 سنة. دول ناس ودول ناس تانيين خالص، دول هيستجيبوا لحاجات ودول هيستجيبوا لحاجات تانية. ايه اللي هيعرفك الفرق ما بين الاتنين؟ اللي هيعرفك الفرق ما بين الاتنين هو الماركتنج ودراسة شخصية الجمهور بتاعك اللي انت بتتكلم معاه. وانا بتكلم دلوقتي قدامكم اغلب الناس اللي بتتفرج عليا هي غالبا من 18 ل 25، ممكن يطلعوا ل 30، بس اغلب الناس في الفئة دي. وانا بتكلم بطريقة يعني هنا لا تتناسب. لو انا بكلم واحد عنده 60 سنة دي طريقة لا تتناسب، ما ينفعش اكلمه بنفس الطريقة كده. ليه؟ عشان ده بيفكر في حاجات وده ليه توجهات، والصغير او التين ايجرز او المراهق او الشاب اللي في سننا بيبقى بيفكر في حاجات وليه توجهات اخرى في الحياة. الماركتنج بيخليك تفهم ازاي تتكلم مع الناس، التون اوف فويس اللي انت بتتكلم بيه في البوستات بتاعتك او التصميمات بتاعتك او الفيديوهات بتاعتك، ده بيفرق جدا في قوة شغلك وانت شغال، وبيخليك راجل فاهم وبيفرق ما بينك وما بين واحد تاني هو مش هو كده هاوي، هو بيعمل اي حاجة وخلاص. دي نقطة لازم تركز فيها، ويعني هي بعيدة شوية بس من أهم النقط اللي أنت لازم تتعلمها. النقطة الخامسة معانا وهي المشاهدة الكتير، أو ما يطلق عليه في عالمنا الجرافيكي التغذية البصرية. التغذية البصرية هي مش أكلة، يعني أنا مش هقعد النهاردة أقول يلا أنا هعمل تغذية بصرية أهو، فهقعد أفتح أي موقع أقعد أتفرج على أي حاجة وأقفله فكده أنا غذيت بصري النهاردة. مش أكل، فاهم إزاي؟ التغذية البصرية دي حاجة بتبقى مستمرة معاك من ساعة ما بتبدأ لحد إلى ما يشاء الله، لحد لما تخلص حياتك كلها وتسيب الكارير ده خالص. طول ما انت قاعد بتتفرج، لو انت قاعد بتاكل بسكوت بتبص على البسكوت ده وتشوف التصميم اللي على البسكوت ده اتعمل ازاي، افتح الورقة كده وافردها عشان تفهم الموضوع ده اتعمل ازاي، عشان لو جاتلك شغلانة او انت عايز تعمل حاجة زي كده بنفسك تبقى فاهم هي اتعملت ازاي وتستلهم افكار والوان. مخك بيخزن الحاجات اللي بتتفرج عليها. لو انت عايز تعمل تصميم لأي حاجة، لمنتج معين، عصير أو بيبسي أو كرسي أو أي حاجة أو شاشة جديدة أيا كان، لازم تبقى طول الوقت بتتفرج وبتتعرض للحاجات اللي ليها علاقة باللي انت عايز تعمله أو حتى ملهاش علاقة، لأن مخك دايما بيخزن تركيبات الألوان وتكويناتها، تكوين التصميمات، اختيار الفونتات أو شكل الفونتات اللي انت عايز تكتبها، وبدون ما تشعر مع الوقت مخك بيترجم ده لأفكار وانت قاعد شغال. عشان كده انت ممكن وانت قاعد بتشتغل تلاقي نفسك عملت تصميم وتكتشف ان هو ممكن يبقى شبه تصميم تاني. في ناس بتعتبر ده سرقة ان انت سرقته، ولكن في الحقيقة هي مش سرقة، هو ممكن يبقى من كتر ما انت اتأثرت بطريقة شغل حد معين او بطبيعة تصميمات معينة تلاقي نفسك تلقائي بتعمل زيه بالظبط. دي فايدة التغذية البصرية، دي حاجة مش وحشة خالص، دي بتخليك تنتقل من ان انت راجل هاوي لان انت راجل فنان. الستاندرد بتاعك التصميمات الجامدة، ده الطبيعي اللي انت بتتفرج عليه، فلما تيجي تشتغل كده كده هتعمل تصميمات جامدة من غير ما تحس. وطبعا بالممارسة كل شيء بيبقى اسهل وبيبقى بيس اوف كيك، اللي هو حاجة سهلة كده انت بتعملها من غير ما تفكر اصلا. دي كانت اهم النقط اللي انت محتاج تعرفها علشان تنتقل من مرحلة ان انت واحد بتستخدم البرنامج عادي لواحد فنان فاهم هو بيعمل ايه، بيختار الوانه ازاي، بيكون التصميم بتاعه ازاي، الفكرة بتاعته قوية بما فيه كفاية ولا لا، عارف يسوق لافكاره وقادر يحلل شغل الناس التانية. وبالمناسبة لو انت عايز تتعلم اكتر عن الفوتو مانيبيوليشن عاملين سلسلة على الشانل هنا اسمها اساسيات الدمج، وقريب ممكن نعمل كورس مفصل او وركشوب، مش عارف، قولوا لي انتوا في الكومنتات محتاجين ايه اكتر او محتاجين تعرفوا ايه اكتر، ممكن نعمله في كورس صغير كده، ويعني مش عارف ممكن يبقى بفلوس، والله يعني احنا برضو محتاجين ناكل عيش، فاهم ازاي؟ وممكن برضو تقولي في التعليقات تحت لو انت عندك نقط تانية مهمة تفيدنا في موضوع ان انا ازاي ابقى راجل فنان مش واحد بيستخدم برامج وخلاص، قولها لنا تحت في التعليقات علشان كلنا نستفيد. وقول لي كمان لو انت عندك اي اسئله ممكن تكتبها في الكومنتات، او هننزل بوست على الجروب او بوست على الكوميونتي هنا على الشانل نقول فيه لو احنا محتاجين نسال عن حاجه معينه وهنعمل عنها حلقات. وبالمناسبه دي حابب اجرب معاكم تجربه جديده كده هنا على الشانل، ممكن نعملها كل فيديو او فيديو بعد فيديو، وهي ان احنا هنختار حد من على الانستجرام وهنعرض الديزاين بتاعه هنا على الشانل. فلو مش متابعني هناك لازم تروح تتابعني وتنزل البوستات بتاعتك على الهاشتاج اللي انا هسيبه لك تحت اسمه منير برودكشنز، عشان هنختار من عليه بشكل عشوائي جدا تصميمات
ونعرضها هنا في التشانل ونحللها وننتقدها ونقول حاجات كتير. والفقرة دي هيكون اسمها Artist of the Day from Instagram. انا كده خلصت الحلقه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وتعمل لي فولو على الانستجرام زي ما قلت من شويه، وتعمل لي فولو على الفيسبوك وتعمل جوين للجروب بتاعنا الجديد وتعمل سبسكرايب للشانل للمره ال10 بقول في نفس الفيديو. اشوفك في الحلقه اللي جايه. سلام.